السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ دلوقتي ان شاء الله هنبتدي نعمل مع بعض ريكاب سريع الاول قبل ما نبتدي ندخل على حل اسئله ليسون 1 عندي في تشابتر 3 اللي هو فارادايز لو. طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه، فارادايز لو كان بيقول ان الاي ام اف الافريج ايكوال نيجاتيف ان تايمز الدلتا فاي اوفر الدلتا تي. كنا اتفقنا مع بعض يا جماعه ان الدلتا فاي دي عدد الفلكس لاينز اللي بيبقى طالع من الماجنت، وفي نفس ذات الوقت بيكون لينكد ويز ذا كويل او لينكد ويز ذا كوندكتور. اوكي، طيب يبقى شرط وجود الاي ام اف زي ما اتفقنا مع بعض في الشرح، شرط وجود الاي ام اف ان انت لازم تعمل فاريشن في المagnetic فلكس. طيب هو حد يفكرني كده، هي الفاي اصلا كانت ايكوال ايه؟ بصوا يا جماعه، بالنسبه للفاي اللي هي المagnetic فلكس اللي انت لازم تعمل فيها فاريشن، بالنسبه للفاي الفاي كانت ايكوال بي تايمز الاي في حاجه من الاثنين دول، يا اما ساين سيتا اور كوزين سيتا. طيب حد يفكرني يا جماعه، لو انا هشتغل بالساين او لو انا هاخد الساين، امتى كنت باخد الساين؟ الساين دي كنت بشتغل بيها لو هو مديلك في السؤال انجل بتوين الفيلد والكويل بلين. يبقى لو هو في السؤال بيقول لك عندك كويل عامل انجل كذا مع الفيلد وعاوز يحسب الفلكس او عاوز يحسب الفاي اللي بيعدي في الكويل ده، كنت بتحسبها ازاي؟ فاي ايكوال بي في الايه؟ في ساين الثيتا. ده لو هو مديلك الانجل مباشره ما بين الفيلد والبلين. اما لو كان مديلك الانجل بتوين الفيلد والنورمال على الكويل بلين، فانت بتاخد الانجل اللي هو مديها لك دي بتعمل لها كوزين بي and normal to the coil plane. اوكي، طيب انا عشان اغير الفاي يا جماعه زي ما اتفقنا مع بعض حاجه من اربعه. عشان تغير الفاي يا اما تمسك الماجنت وتحرك الماجنت، او لو كان الكتروماجنت ممكن تتحكم في البي. يعني انا ممكن اغير البي فالفاي تتغير، يبقى لو البي اتغيرت الفاي تتغير، ساعتها يكون في عندي اي ام اف. اوكي، وبالتالي الاي ام اف ممكن تكتبها بالشكل ده، الاي ام اف الافريج هتبقى ايكوال نيجاتيف ان الدلتا فاي بتتفك تبقى A، الاريا طبعا بتبقى ثابته، تايمز الدلتا بي اوفر الدلتا تي. والله لو كان الكويل محطوط بيربنديكولار على المagnetic فيلد والفيلد هو اللي بيتغير، خلاص بسيب القانون بالشكل ده. اما اذا كان الكويل محطوط انكلايند على الفيلد والفيلد بيتغير، يعني الكويل ما بيتحركش، الكويل ما بيلفش من مكانه، هو جاست محطوط انكلايند وعندك الفيلد هو اللي بيتغير، يبقى انت المفروض تضيف على القانون ده ايه؟ الساين او الكوزاين، يا اما ساين سيتا اور كوزين سيتا. خلي بالك من الحته دي مهمه جدا، لان معظم الطلبه بتقع في المشكله دي، بيقول في وسط السؤال ان الكويل محطوط انكلايند ومع ذلك بينسوا يعوضوا بالسيتا دي. تمام؟ طيب بعد كده ممكن يغير ايه تاني فيعرف يغير الفاي؟ ممكن يغير الاريا، ده في حاله الفليكسبل كويل. يعني لو انا معايا فليكسبل كويل اقدر افرد اتني في الكويل، اوسع او اضيق في الكويل، ممكن تغير الاريا. لو الاريا اتغيرت عن طريق ان انت ايه؟ تعمل له سكراتشنج. تمام كده؟ لو الاريا اتغيرت الفاي هتتغير، وبالتالي هتبقى الاي ام اف بتاعتي اي ام اف الافريج ايكوال نيجاتيف ان بي في الدلتا A اوفر الدلتا تي. برضو يا ساين يا كوزاين. امتى بختار الساين؟ بختار الساين لو كانت الانجل ما بين الفيلد والبلين. امتى بختار الكوزاين؟ لو كانت الانجل بين الفيلد والنورمال على الكويل بلين. او في الحاله الرابعه والاخيره ان السيتا هي اللي تتغير، والكلام ده مش هيحصل غير في حاله الروتيشن. لو السيتا اتغيرت الفاي هتتغير، فيبقى في عندي اي ام اف افريج. يعني من الاخر يا جماعه لازم حاجه تتغير، لو مفيش حاجه اتغيرت كده مفيش اي ام اف افريج انديوزد، وبالتالي يبقى الاي ام اف الافريج ايكوال نيجاتيف ان بي اي. كل دول التلاته دول ثابتين،
حاجه من الاثنين، يا اما ساين سيتا 2 ماينس ساين سيتا 1 اوفر الدلتا تي، او كوزين سيتا 2 ماينس كوزين سيتا 1 اوفر الدلتا تي. يبقى دي كده الاربع قوانين الرئيسيه عندي في تشابتر 3 اللي هي بتتكلم عن او اللي انت من خلالها تقدر تحسب الاي ام اف الافريج بتاعت مين؟ بتاعت قانون فاراداي. وما ننساش يا جماعه ملاحظه مهمه جدا، ان اي دلتا يعني عندك مثلا الدلتا فاي تتفك تبقى ايه؟ تتفك تبقى فاي 2 ماينس فاي 1. لو عندك دلتا بي، لو الفيلد هو اللي بيتغير، فالدلتا بي ايكوال بي 2 ماينس بي 1. الدلتا ايه؟ نفس القصه A2 ماينس A1. اما الدلتا ساين سيتا مثلا، لو دلتا ساين سيتا تتفك تبقى ساين سيتا 2 ماينس ساين سيتا 1. تمام يا شباب؟ يبقى كل قانون في دول انت ممكن تفكه بدل ما هو ان في دلتا فاي على دلتا تي على حسب الجيفنز بقى، ممكن تعمل ايه؟ تبقى ان افتح براكت فاي 2 ماينس فاي 1 اوفر الدلتا تي. او لو عندك البي هي اللي بتتغير، لو في السؤال الرقم الميجرنج يونت بتاعته كانت التسلا، يعني البي هي اللي بتتغير، في الحاله دي هتعمل ايه؟ والله لو انت معاك بي 1 ومعاك بي 2 كل واحده فيهم لوحدها تقدر تفك الدلتا بي بتخليها بي 2 ماينس البي 1. المهم ان الدلتا بي او دلتا اي حاجه في الدنيا دايما تتفك تبقى 2 ماينس 1، حتى لو كان البي 2 او الفاي 2 او الاي 2 ايكوال 0. ما تقولش خلاص انا مش هفك وخلاص، لا غلط، لازم تفكها 2 ماينس 1 ايا يكن كانت الفاليو بتاعت البي 2 والبي 1، ايا يكن كانت الفاليو بتاعت الفاي 2 والفاي 1. يبقى لازم تفكها الاول، ما تجيش تكسل تقول لي ما هي بزيرو، لا انت لازم الام اف تطلع معاك باشارتها الصحيحه. علشان تطلع معاك باشارتها الصحيحه يبقى نقطتين مهمين، اول حاجه ما تنساش النيجاتيف، تاني حاجه لازم تحط في الدلتا تحط 2 ماينس 1. تمام يا شباب؟ طيب دلوقتي هنفتح مع بعض الملازم في بيج 24، اول صفحه عندي في التشويس. هنبتدي نحل مع بعض الاسئله بتاعه الهومورك. اول سؤال عندي بيقول the pointer of galvanometer whose terminals are connected to solenoid coil will be deflected if، يعني البوينتر بتاع الجالفانومتر اللي احنا شفناه في الاكسبيرمنت هيعمل ديفليكشن امتى؟ if withdrawn، ثانيه واحده، if withdraws the magnet، withdraw يعني بيبعد المagnet quickly from the coil because، هو دلوقتي لما بيبعد المagnet ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ايه اللي هيعمل عندي الاي ام اف؟ الاي ام اف هتبقى موجوده نتيجه تغير الفاي. يعني ايه تغير الفاي؟ يعني عدد الفلكس لاينز اللي طالع من المagnet وقاطع الكويل اتغير، وبالتالي يبقى كده عندي ايه؟ عندي اي ام اف، فالبوينتر بتاع الجالفانومتر يتغير. تعالوا نقرا كده الاختيارات. اول حاجه the number of turns is very large، طبعا مش صح، ملهاش دعوه. الكويل intercept the lines of the magnetic flux، تمام ماشي، ما الكويل كده بيقطع المagnetic flux. طب نتاكد برضو، نشوف سي ونشوف دي. the number of the turns of the coil is small، ملهاش دعوه. the number of turns of coil is very suitable، طبعا ملهاش اي دعوه. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى choice رقم بي. يبقى ليه يا جماعه؟ لان انا دلوقتي لما باجي اسحب الماجنت بعمل له withdrawn، بغير في عدد الفلكس لاينز اللي طالع من الماجنت وقاطع مين؟ وقاطع الكوندكتور. اوكي؟ طيب ندخل يلا على question 2. في question 2 بيقول لي the needle of galvanometer terminals were connected to a solenoid. يبقى انت معاك جالفانومتر متوصل فيه solenoid coil deflects on the withdrawal of the magnet. يبقى الجالفانومتر عمل ايه؟ عمل deflection في حالة الويزدرون. withdrawing يعني يسحب او يبعد الماجنت in a direction opposite to that which occur on belonging on the magnet into the coil. يعني بيقول لك دايما ايه؟ ان اتجاه الحركه بتاعت البوينتر بتاع الجالفانومتر، طبعا انتوا عارفين ان احنا في الفارادايز اكسبيرمنت استخدمنا جالفانومتر الزيرو بتاعه في الميدل. ليه؟ عشان لو عدى كرنت من الناحيه دي يعمل ديفليكشن، لو عدى كرنت من الناحيه دي يعمل ديفليكشن في الاوبوزيت دايركشن. فهو بيقول لي دلوقتي ايه؟ انا دلوقتي لما ببعد الماجنت او لما بقرب الماجنت او ابعد الماجنت، البوينتر بتاع الجالفانومتر بيتحرك في تو اوبوزيت دايركشن، فعاوز يعرف السبب.
طيب تعالوا نقرا كده الاختيارات. اول حاجه عندي بيقول لي ان induced current is generated in a direction opposite to that on belonging الماجنت. ما هو شيء طبيعي، ما هو ايه اللي يخلي البوينتر يغير اتجاهه؟ ان الكرنت اللي مشي فيه عكس اتجاه الكرنت اللي مشي في الحاله الاولى. يعني لو في الحاله الاولى انت بتسحب الماجنت، تمام، يبقى البوينتر بتاع الجلفانومتر هيمشي في اتجاه، وبعدين لو انت هتقرب الماجنت يبقى البوينتر هيمشي في عكس الاتجاه. مشي في عكس الاتجاه ليه؟ لان الكرنت بقى ماشي في عكس الدايركشن. يبقى اول واحده ماشي، ممكن تبقى صح. برضو نتاكد، نبص في اللي بعدها. بي ان electric current is generated، عادي، ايه المشكله؟ سي the number of lines of the magnetic flux changes. طيب ماشي، ما هو هيتغير وكل حاجه، بس هو بيسال على ايه؟ ليه البوينتر هيتحرك في عكس الدايركشنز؟ فدي مش صح برضه. the number of the lines of the magnetic doesn't change، طبعا مش صح. يبقى هي فعلا الاجابه الاولى هي الاجابه الوحيده الصح. يلا مع بعض يا شباب في question 3. بيقول لي زي ام اف induced، معلش احنا هنعدل بس حاجه بسيطه كده في السؤال ده. اي ام اف المفروض يبقى فيه قبلها كلمه ذا ماجنتيود اوف اي ام اف induced. يبقى هو بيسال كده على الماجنتيود بتاع الاي ام اف induced هنا كويل في حاله البلانجنج، ان انت بتقرب الماجنت، اور withdrawing بتبعد الماجنت of a coil differs according to difference in ايه. هو بيسأل على ماجنتيود الاي ام اف هتختلف نتيجة اختلاف ايه. تعالوا نشوف كده. طبعا قبل ما نشوف، طيب قبل ما نشوف يا جماعة، هي الاي ام اف ايكوال ايه؟ حد فاكر؟ الاي ام اف الافريج اللي هي بتاعت قانون فاراداي نيجاتيف ان في دلتا فاي اوفر الدلتا تي. فمين اللي بيأثر على الفاليو بتاعت الاي ام اف؟ اول حاجه النمبر اوف تيرنز بتاعت الكويل، تاني حاجه الدلتا فاي على دلتا تي. واتفقنا مع بعض ان الدلتا فاي على دلتا تي بتعبر عن فيلوسيتي الماجنت. طيب ما تيجي نشوف كده الاختيارات. يبقى قيمه الاي ام اف بتختلف بناء على اختلاف هل الكرنت انتنستي من اولها كده؟ لا، لان مفيش كرنت انتنستي ده لو كان في باتري راكبه، لكن الاي ام اف اصلا انت بتعملها، فقيمتها بتختلف بناء على اختلاف ايه؟ الماجنت سترينث البي، ممكن البي بتبقى جوه الفاي، يعني الدلتا فاي تبقى ايكوال البي في الاريا بتاعت الكويل. فيلوسيتي اون ويتش الماجنت، ما فيلوسيتي الماجنت اللي هي الدلتا فاي على دلتا تي. النمبر اوف تيرنز، مظبوط. يبقى فعلا الاجابه دي تمشي معايا. برضه اتاكد، اتفرج على بقيه الاجابات. طالما سؤال نظري يبقى لازم اقرا كل الاجابات عشان اتاكد ان الاجابه بتاعتي صح 100%. سي ذا لينث اوف ذا واير، نمبر اوف تيرنز، تايب اوف ماجنت. ايه لينث الواير دي؟ لا ملهاش اي دعوه. طيب دي ذا ماجنتيك فلكس دينستي، ماشي. التايم ماشي. كرنت، لا اهو كلمه كرنت دي يعني في باتري، وانا ما عنديش باتري. تشابتر 3 كله بيبني الاي ام اف بتاعته ويزاوت اني باتري، يعني ما فيش اي استخدام لباتري، تمام. وبالتالي كده يبقى الانسر بتاعتي هتبقى بي. نمبر 4 بيقول لي in Faraday's experiment the induced EMF in the coil increases by. الانديوزد اي ام اف اللي قدامنا دي في قانون فاراداي ممكن تزيد ازاي؟ keeping the magnet still inside the coil. لو انا سبت الماجنت جوه الكويل يا جماعه، هل هيكون في عندي اي ام اف؟ طبعا لا، مفيش اي اصلا اي اي ام اف. يبقى الاجابه دي غلط. بي speeding up the magnet motion relative to the coil، تزود سرعه حركه الماجنت بالنسبه للكويل، تمشي. طيب هنحط تحتها خط مؤقت. سي connecting the galvanometer to coil. connecting the ايه؟ ما هي يعني ده ايه علاقته بالكلام يعني؟ هل ده يزود؟ لا ما يزودش. increasing the space between the coil turns. انت لو بعدت التيرنز عن بعضها، ما انت كده لما تيجي تحرك الماجنت قللت عدد التيرنز اللي هتبقى واقع تحت تاثير مين؟ واقع تحت تاثير الفلكس لاينز بتاعته. يبقى انت لو عملت separating between التيرنز بتاعت الكويل، يبقى كده الماجنت بقى هيأثر على عدد اقل من الكويل، وبالتالي ده يقلل الاي ام اف ما يزودهاش، وبالتالي برضو دي اجابه مش صح. يبقى الانسر الصح بتاعتي هي مين؟ هي بي. نمبر 5. نمبر 5 بيقول لي which one does not produce an induced current. يعني مين في الاختيارات دي does not؟ خلي بالك من كلمة does not. produce an induced current. تعالوا نقراهم واحدة واحدة يلا.
اول حاجه بيقول لك rotating the loop so that cut across magnetic field lines، يعني هتلفف اللوب بس تقطع الفيلد. طب دي هتبروديوس طبعا، يعني انت لما تيجي تجيب كويل وتعمل له روتيشن بحيث ان الروتيشن يعمل كاتنج للفيلد اثناء الروتيشن، او بحيث ان الكويل يعمل كاتنج للفيلد اثناء الروتيشن، طب ما ده كده يعمل اي ام اف. طيب امتى ما يعملش، امتى الروتيشن ما يعملش اي ام اف؟ والله لو كان الروتيشن ما بيعملش اي كاتنج للمagnetic فيلد، يعني بيلف وهو بارلل للفيلد، فكده مش هيبقى في عندي اي ام اف انديوزد. طيب يبقى كده اول واحده دي صح، دي هتعمل اي ام اف، بس انا بدور على الحاجه اللي مش هتعمل اي ام اف. يبقى انا مش عايز ايه؟ placing the loop so that its area perpendicular to a changeable magnetic field، لا ما دي هتعمل برضو اي ام اف، مش عايزها. سي moving the loop parallel to uniform magnetic field، لو حركت اللوب بارلل للمagnetic فيلد دي ما تعملش اي ام اف، يبقى هي دي اللي انا عاوزها. طيب دي expanding area of the loop while it is perpendicular، لا ما انت كده زودت الاريا والكويل محطوط بيربنديكولار او اللوب محطوطه بيربنديكولار وانت بتزود الاريا، يبقى عدد الفلكس لاينز اللي هتطرحها هيزيد وبالتالي هيتولد فيها اي ام اف انديوز. يعني كده دي برضو اجابه مش صحيحه. طيب في question 6، في question 6 بيقول لي figure shows a coil connected to sensitive center galvanometer with a magnet nearby. Which of the following statements is true؟ طالما قال لك which of the following statements is true يبقى لازم تقرا الاختيارات اللي قدامك كلها. أول حاجة بيقول لك the meter pointer moves، يعني البوينتر بتاع الجالفانومتر ده هيتحرك when the magnet is moving towards the coil but not when أو when it is moving away from the coil. يعني بيقول لك إن البوينتر ده هيتحرك just only لو أنت بتقرب الماجنت، وانت بتبعد مش هيبقى فيه ميف. طبعا الكلام ده مش صح. طبعا احنا شفنا في الاكسبيرمنت مع بعض في الفيديو المره اللي فاتت، وانت بتقرب وانت بتبعد كده كده البوينتر بتاع الجالفانومتر بيعمل ايه؟ بيعمل ديفليكشن. يبقى اذا الايه مش صح. بي the meter pointer moves if the magnet moved quickly towards the coil. ماشي، هو شيء طبيعي البوينتر ده هيتحرك لو انت بتقرب الماجنت، تمام، يبقى دي اجابه صح. بس برضو لازم اقرا سي ودي. The meter pointer doesn't move if the coil is moved towards the stationary magnet. ما هو يا جماعة علشان تعمل اي ام اف يتحرك الماجنت يتحرك الكويل، تمام؟ فهو بيقول لك هنا انت لو حركت الكويل toward الستيشنري ماجنت مش هيبقى فيه ام اف. طبعا الكلام ده مش صح. C the biggest movement of the meter pointer is obtained when the magnet is stationary in the coil. يعني اكبر اي ام اف، الاي ام اف الفشيخه يعني هتبقى امتى؟ لما تثبت الماجنت جوه الكويل. طبعا الكلام ده مش صح، اي كلام في اي بتنجان. لو انت ثبتت الماجنت، حطيت الماجنت وما حركتوش، يبقى كده مفيش عندك اي اي ام اف انديوزد من اساسه. يبقى دي برضو غلط، يبقى الانسر بتاعتي هي مين؟ هي بي. ندخل مع بعض على question 7. في question 7 بيقول لي which of the following will cause an induced current in a coil of wire. مين في دول هيعمل اي ام اف انديوز؟ خلي بالكم كل دي اسئله نظري يا جماعه، انتوا هيجي لكم اسئله نظري في الامتحان وات ايفر، انت هتقعد تكتبها بايدك بس لازم تبقى فاهم النظري. الاسئله النظري هتيجي اسئله فهم، يشوفك فاهم ولا لا. عمره ما يجي يقول لك سمع ديفينيشن، سمع الفاكتور، سمع الفانكشن، الكلام ده. فكلها اسئله معتمده على الفهم، حاجه زي الاسئله دي. وطبعا في عندي الاسئله النظري اصلا موجوده كده كده مكتوبه في الملازم. اوكي، فالحاجات دي لو انت مثلا مش فاكر ان انت خدتها فين في انهي جزء في الليسون بالظبط، هتلاقي الاسئله النظري موجوده فيها الكلام ده بالظبط. Question 7 which of the following will cause an induced current in the wire. هتحرك الماجنت، ماجنت لا مش هتحرك، بيقول لك resting near the wire. resting يعني مفيش EMF. The constant field of the earth passing through the coil. هيبقى في constant field لما يعدي في الكويل. طبعا constant field ما يعملش برضو ايه؟ EMF. A magnet being moved into or out of the coil. ماشي، دي تعمل EMF.
a wire carrying a constant current near the coil. constant current يعني constant magnetic field فما فيش EMF. number 8 the average EMF induced in a coil rotates on its axis by 180 starting from perpendicular. اهم حاجه starting from ايه؟ starting from perpendicular position to magnet flux lines equal. طبعا يا جماعه ده قانون من القوانين اللي احنا خدناها. الاي ام اف الافريج بتاعه الهاف سايكل تتحسب من واحد في دول. في حاله الهاف سايكل واحد في دول، اول حاجه ممكن يبقى 2 ان بي اي اوفر الدلتا تي، او 4 ان بي اي اوفر البريودك تايم، او 4 ان بي اي في الاف. طيب بالمره بقى الاي ام اف الافريج بتاعت الهاف سايكل بس لو ابتدى روتيشن منين؟ من الباراليل بوزيشن بزيرو. الاي ام اف الافريج من الكوارتر ايكوال ان بي اي اوفر الدلتا تي. دلتا تي اللي هو تايم الكوارتر سايكل، وهنا هتبقى برضو 4 ان بي اي على البريودك تايم، او 4 ان بي اي في الاف. دي كده القوانين بتاعت اهم ثلاث سبيشال كيسز على الروتيشن. تمام. طيب ففي الروتيشن لو الكويل هيبتدي روتيشن من الباراليل بوزيشن ويعمل هاف سايكل بس ويقف، يعرف ان الاي ام اف الافريج بتاعت الروتيشنيه دي بكام؟ بزيرو. على الرغم من ان الفيلد او الفلكس اللي قاطع الكويل اتغير، بس برضه الاي ام اف هتطلع بكام؟ هتطلع بزيرو، وحسبناها مع بعض في الحصه بتاعت الشرح. طيب الاي ام اف الافريج لو هاف سايكل بس بدأ من البربنديكولار هيطلع معاك واحد من الثلاثه دول، يا اما 2 ان بي اي على الدلتا تي، او 4 ان بي اي على البريودك تايم، او 4 ان بي اي اف. طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه ان القانونين اللي في الاخر دول سواء كان في الهاف او الكوارتر دول خاصين بدرس اسمه الداينامو. ده لسه هناخده في نهايه شابتر 3 او في اخر شابتر 3. فالقوانين دي انت ممكن تكون شايف ان هي ملهاش لازمه دلوقتي، لا بس هي مكانها فين؟ مكانها مع فاراداي. فانت تاخدها دلوقتي مع فاراداي، وكده كده هترجع تستخدمها تاني في درس مين؟ درس الدينامو. يبقى دول كده ما بتستخدمهمش هنا، بتستخدمهم معظم استخداماتهم في مين؟ في الدرس بتاع الدينامو. والكوارتر سايكل نفس القصه. خلي بالك ان افريج الكوارتر سايكل هو افريج الهاف سايكل، اللي هو بيبتدي منين؟ طبعا من البيربنديكولار بوزيشن. الاثنين ايدنتيكال، الاثنين ايكوال بعض على طول. فهو هنا بيتكلم على افريج الهاف سايكل 180 يعني هاف سايكل، وبدأ من البربنديكولار، يبقى هو ده الايه؟ القانون بتاعي. نمبر 9 the average induced EMF when the coil rotates on its axis by 180 starting from parallel. اللي هيبتدي من الباراليل هيطلع بكام؟ الافريج بتاعه بزيرو. تمام يا شباب؟ طيب ندخل على اللي بعده. يلا نمبر 10. نمبر 10 بيقول لي when a magnet is plunged in and out of a coil. انت معاك ماجنت بتقرب وبتبعد من الكويل. voltage is induced in the coil if the number of loops of the coil is doubled. لو انت دبلت النمبر of turns كده ايه اللي هيحصل للاي ام اف induced؟ طيب بصوا يا جماعه نكتب القانون الاول. الاي ام اف بتاعت فاراداي اللي هي الافريج ايكوال نيجاتيف ان دلتا فاي اوفر الدلتا تي. هو بيقول لك لو انت دبلت الان يعني زودت هنا 2 اصبح الجديد في القانون هنا 2، وال2 دي واقفه فوق ولا واقفه تحت؟ طبعا واقفه فوق، فكده يبقى الاي ام اف از دبلد. طيب 11 which of the following cases will induce the highest average EMF. فدي بقى محتاجين نمسك الكالكوليتر يا شباب ونحسب مين في دول هيعمل اكبر عندي اي ام اف. هنمسك نحسب ازاي بقى؟ هنعوض في القانون ده يا جماعه. الاي ام اف
الافريج ايكوال نيجاتيف ان، معاك في كل مره فاي وفاي وتي، كل واحده فيهم لايه؟ لوحدها، فتفتح براكت فاي 2 ماينس فاي 1 على الدلتا تي، وبعدين في كل مره هتعوض وتشوف الاي ام اف بتاعت كل اختيار فيهم هتطلع بكام، وتقدر تختار من ساعتها ايه؟ تقدر تختار دلوقتي الاي ام اف اللي هتبقى اكبر واحده. تعالوا نعملها مع بعض يلا. ده دلوقتي ويل انديوز مش عارف ايه تشينج، تمام. هنكتب مع بعض فاي 2 اللي هي دي ماينس فاي 1 اوفر الدلتا تي، والان بكام؟ والان هتطلع ب 1، هو مش جايب اي حاجه عن الان خالص. فاي 2 اللي هي بكام؟ 0.2 او 2.1 ماينس 2 تحت 10 باور نيجاتيف 4، هتطلع بكام؟ هتطلع هنا 1000 فولت. طيب بعد كده changing the flux of او from 0.2 to 4. طيب تعالوا نعملها كده، فوق هتبقى 4 ماينس 0.2 وتحت 0.2، ده التايم. هتطلع بكام؟ هتطلع ب 19 فولت. C changing the flux from 1 ويبر to 20 ويبر. طيب يلا نعملها، تبقى 20. دايما بتاخد فاي 2 ماينس الفاي 1، 20 ماينس 1، وتحت هتكتب كام؟ 10 seconds، هتطلع ب 1.9 فولت. طيب دي changing the of the flux من 0.01 إلى 0.02، هتطلع 0.02 ماينس 0.01، وتحت التايم بكام؟ تحت التايم 0.2، هتطلع 50 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. كده يبقى مين اكبر اي ام اف؟ مين اللي عنده الهايست اي ام اف يا جماعه؟ الهايست اي ام اف هتبقى تشويس ايه. طب مين اللي عنده سمولست اي ام اف؟ اللي هيبقى عنده سمولست اي ام اف تشويس دي. طيب 12 a wire loop that enclose an area of 15 سنتيمتر باور 2. يبقى انت معاك الاريا. تعالوا ناخد مع بعض الجيفنز. ال A equal 15 times 10 باور نيجاتيف 4 عشان تحولها لمتر. is perpendicular، اهم حاجه كويل محطوط ازاي؟ perpendicular to a magnetic field of 0.1 تسلا if the field drops to 0.04. هلا يبقى دي كده كانت البي 1، بعد كده يبقى معايا البي 2، البي 2 هتبقى بكام؟ 0.04، والدلتا تي in 0.2 second. The average EMF induced in the loop is، عاوز يحسب ال EMF الافريج. دي لوب يا جماعه، واير لوب. يعني ايه كلمه لوب؟ لوب يعني ال n of turns number of turns بتاعت الكويل equal 1. طيب عايز احسب ال EMF الافريج نتيجه تغير البي، نتيجه تغير الفيلد من B1 الى B2. ايه القانون اللي هستخدمه؟ هنستخدم مع بعض، تعالوا نبص كده. تعالوا نبص كده، انت عندك البي هي اللي بتتغير، عندك البي 1 والبي 2، يبقى هو ده القانون اللي احنا هنستخدمه يا شباب. وهتشيل الدلتا بي، هتكتب مكانها ايه؟ هتكتب مكانها البي 2 ماينس البي 1. تمام؟ طيب يلا نرجع منين؟ لا بلاش اكس. ايوه من هنا اهو بس. ايه ده؟ الكلام اتمسح؟ يا سنة سوء خير والله. مع بعض يا شباب هنكتب الجيفنز تاني. معاك الاريا ايكوال
15 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. بيربنديكولار، اهم حاجه بيربنديكولار يعني ولا تحط ساين ولا تحط كوزاين، خلاص. ادي البي 1 0.1، البي 2 0.04، الدلتا تي 0.2. بعد كده عاوز يحسب الام اف، وبعدين هو قال لك ده لوب صح، فالان بكام؟ فالان ب1. كده يا جماعه احنا هنعوض على طول في القانون، مش هرجع اجيب البورد تاني عشان الكلام ما يتمسحش. الاي ام اف الافريج ايكوال نيجاتيف، كل حاجه تتحط زي ما هي كده على الكالكوليتر وهو يطلع الانسر. ان اي افتح براكت بي 2 ماينس بي 1 اوفر الدلتا تي. هنبتدي نعوض، يلا يا شباب. نيجاتيف 1 تايمز الاريا بكام؟ 15 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز، وافتح براكت البي 2 0.04 ماينس 0.1 اوفر الدلتا تي اللي هي بكام؟ 0.2، وتحطها لي على الكالكوليتور في السريع كده. علشان تطلع معاك الانسر هتطلع معاك بكام؟ 0.45 ملي فولت. ممكن تطلع معاك على الكالكوليتور 4.5 تايمز 7 نيجاتيف 4 صح برضه، يعني هي ممكن تلاقيها طلعت لك كده 4.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. والله لو طلعت لك كده خلاص، ما هي دي الاجابه برضه اللي هي رقم كام؟ اللي هي رقم بي. ادخل على 13. طيب في question 13 بيقول لي if the number of turns of the coil is 20 turns. يلا ناخد الجيفنز. يبقى ال n equal كام؟ يبقى ال n equal 20 and the flux through the coil increases by 0.2 ويبر within 0.02 second. يبقى دي كده increases by، دي اللي هي مين؟ الدلتا فاي. راح مديلك الدلتا فاي على طول بكام؟ ب 0.2. هو increases by يعني هو كان برقم وبعدين بقى الرقم ده بلس 0.2، يبقى الدلتا بتاعتهم كام؟ او الماينس بتاعهم بكام؟ يبقى الماينس بتاعهم ب 0.2 within 0.02 seconds. يبقى معاك الدلتا تي. then the value of the mean طبعا يعني ايه؟ mean يعني average، مش بيسأل مين، مين يعني average. the value of EMF that will be induced هتبقى بكام؟ نكتب مع بعض القانون. هتبقى ال EMF الافريج equal نيجاتيف، خلي بالك هو بيقول لك increases، فالنيجاتيف هتفضل موجوده، يعني ال EMF المفروض تطلع بنيجاتيف حتى لو انا مش حاططها في الاختيارات. نيجاتيف ال N في الدلتا فاي اوفر الدلتا تي، يعني هتبقى equal نيجاتيف ال N بكام؟ ال N ب 20 تايمز الدلتا فاي بكام؟ 0.2 اوفر 0.02. هتطلع معاك بكام يا جميل في النهايه؟ تعالى بس نتاكد الاول. هتبقى 20 تايمز 0.2 divided 0.02 0.02 هتطلع ب 200 فولت. مظبوط، الإجابة بتاعتي هتبقى دي. طيب بعد كده بيقول لي a coil of 500 turns. تعالى ناخد الجيفنز يلا بسرعة. يبقى ال N بكام؟ 500. اوكي. is placed normally to a magnetic field محطوط perpendicular. ده حاجة عظيمة، يعني ولا في ساين ولا في كوزاين. if the magnetic field أو magnetic flux through the coil changes at a rate of 0.01 ويبر بير سكند. ويبر بير سكند دي الميجرنج يونت بتاعت ايه؟ دي بتاعت حاجتين مش حاجة واحدة، مفيش حاجة الميجرنج يونت بتاعتها ويبر بير سكند. حاجتين اللي هما مين؟ الدلتا فاي اوفر السكند ده بتاع التايم، يبقى دلتا فاي على الدلتا تي، يبقى الدلتا فاي ايكوال بيزيد ولا بيقل؟ ثرو ماشي ما حددش. if the magnetic flux in the coil is changes at a rate of 0.01 دي الدلتا فاي على مين؟ على الدلتا تي. عاوز يحسب الام اف.
سهلة ومش مستاهلة. عشان تحسب الاي ام اف هتكتب القانون نيجاتيف ان دلتا فاي اوفر الدلتا تي. انت معاك الان بكام؟ معاك الان 500، تبقى نيجاتيف 500 تايمز 0.01. اوكي، فهي الانسر المفروض تطلع كام؟ نيجاتيف 5. طب ما لقيتش نيجاتيف 5، خلاص يبقى تختار اللي موجوده قدامك هي مين؟ هي ال 5. يبقى هو كده ما كانش بيدور على الدايركشن، بيدور على الماجنتيود اونلي. خش على اللي بعده يلا. بيقول ان induced EMF of value. معاك ال EMF induced المره دي، شيء عظيم. فتبقى ال EMF الافريج بكام؟ 200 فولت. generated in a coil whose number of turns ال N بكام؟ 500. when the rate of change of the magnetic flux through it. فبيسأل على دلوقتي الدلتا فاي اوفر الدلتا تي. طيب ايه القانون يا جماعه؟ الاي ام اف الافريج ايكوال نيجاتيف ان في الدلتا فاي اوفر الدلتا تي. معنى ان الاي ام اف تطلع معاك بالبوزيتيف، يبقى الدلتا فاي على دلتا تي اصلا اشارتها نيجاتيف. ما علينا، هنخلي النيجاتيف بس، هنأجل النيجاتيف شويه الحصه الجايه ان شاء الله. هفهمكم النيجاتيف ده اتحط ليه واتحط ازاي وازاي اعرف استخدمه في الايكويشن. بس المهم انا دلوقتي عندي الاي ام اف طالعه بالايه؟ طالعه بالبوزيتيف 10. تبقى ايكوال نيجاتيف ال ان بكام؟ ال ان 500 تايمز الدلتا فاي على الدلتا تي. فكده هتطلع 10 اوفر 500 اللي هي بكام؟ 0. اللي هي هتطلع 0.02. يبقى الدلتا فاي، وخلي بالك ان الاشاره بتاعتها هتبقى بالايه؟ المفروض الاشاره بتاعتها تبقى بالنيجاتيف، لكن هم في السؤال ما كانوش جايبين الساين بتاعت الدلتا فاي على الدلتا تي، فخلاص انت هتختار مين؟ 0.02. اوكي. طيب 16 بيقول لي a circular loop of wire has an area of. معاك الاريا 0.3 متر. it is tilted. الكويل محطوط ازاي؟ tilted. لا ثانية كده، ده مش ده tilted يعني لف باي angle 45 with respect to uniform 0.4 تسلا. يبقى معاك البي 0.4 تسلا. what is the magnetic flux through the loop. بيسأل عن magnetic flux وهو محطوط inclined، فكده يبقى الثيتا ايكوال 45. يبقى انت عندك كويل تلتد على الفيلد، محطوط مايل للفيلد بانجل كام؟ 45. فعاوز يحسب الفاي بقى. الفاي يا جماعه قانونها كان بيقول ايه؟ الفاي قانونها كان بيقول بي تايمز الايه؟ ساين او كوزاين. طب ما هنا انت عندك الثيتا على طول كانت انكلايند. بيقول لك معلش الكويل نفسه كان انكلايند على طول. الكويل نفسه هو انكلايند مع الفيلد، يبقى يصنع انجل سيتا. السيتا دي بناخد لها ايه؟ ساين، لان الانجل ما بين الفيلد والبلين. وتعوض يلا بينا، هتبقى 0.3 تايمز 0.4 تايمز ساين ال 45. هتطلع بكام؟ هتطلع ب 84.8. 0.084.8 اللي هي تقريبا 0.085. الإجابة هتطلع ايه؟ Seventeen. A coil has 100 turns. معاك ال N. And an area of 0.01. ومعاك الاريا
0.01. It's oriented with its plane perpendicular. الكويل محطوط ازاي perpendicular to the magnetic field. ماشي. then flipped يعني اتقلب يعني عمل قد ايه؟ اتقلب يعني عمل هاف سايكل. the earth's magnetic field is كذا. معاك البي 0.05 ملي يعني times 10 باور نيجاتيف 3 and the coil flips over يعني عمل اللفه دي او القلبه دي في تايم قد ايه؟ 0.5 سكند. يبقى الدلتا تي 0.5 seconds. What is the average EMF during the coil flip؟ يبقى ال EMF اللي هي هتبقى generated في الكويل during عملية الشقلبة اللي هو الشقلبها هتتحسب من القانون ده. EMF average 2NBA over الدلتا تي. 2 times ال N 100 times ال B 0.05 times 10 باور نيجاتيف 3 times الاريا اللي هي بكام؟ 0.01 over الدلتا تي 0.5. هنحط الكلام ده على الكالكوليتر هيطلع معاك الانسر بكام؟ دي question 17 هتطلع ب 0.1 ملي فولت او هتطلع بكام؟ 1 times 10 باور نيجاتيف 4. طلعت 1 times 10 نيجاتيف 4 هي كام؟ 0.1 ملي فولت. تمام. ادخل على 18. في 18 200 تيرن معاك ال N بكام؟ ب 200. whose resistance ومعاك ال R ب 4 اوم encloses an area ومعاك ال A 20 times 10 باور نيجاتيف 4 علشان هو مدي بالسنتي. طيب a changing magnetic field parallel to the coil X. خلي بالك قال لك parallel to the coil X. طب هو فين اكس الكويل؟ لو قلنا ان ده الكويل مثلا فالاكس بتاعه بيكون كده. الفيلد بيربنديكولار او باراليل للكويل اكس يبقى الفيلد موجود كده. تمام؟ يبقى كده الفيلد بيربنديكولار على الكويل بلين. خلي بالك لان بعض الناس بتقرا كلمه باراليل وما بياخدوش بالهم من كلمه اكس فيقول لك كده يبقى الاي ام اف بكام؟ 0. induces a current of يعني معاك الاي induced 1.2 امبير. how is the magnetic field is changing؟ بيسأل عن التشينج. بصوا كده حتى هتلاقي ان الميجرنج يونتس بتاعت الاجابات تسلا بير سكند تسلا بير سكند تسلا بير سكند كده. هو بيسأل على مين؟ من الاخر بيسأل على الدلتا بي اوفر الدلتا تي على طول. طيب انا هجيبها له ازاي؟ هكتب القانون بتاع الاي ام اف نيجاتيف ان ايه في الدلتا بي اوفر الدلتا تي. اهم حاجه الكويل محطوط ازاي؟ الكويل محطوط ازاي؟ changing parallel كده الكويل قلنا ايه؟ محطوط بربنديكولار على الفيلد. تمام؟ طيب وبالتالي ولا محتاج تحط ساين ولا محتاج تحط كوزاين. هتسيب القانون بالشكل ده تبقى الاي ام اف ايكوال نيجاتيف ان ايه الدلتا بي على الدلتا تي. طيب انا مش معايا الاي ام اف بس معاك الاي ومعاك الار. هتمسك الاي تضربها في الار اللي هي كام؟ 1.2 تايمز الار ريزيستنس بكام؟ ب 4 ايكوال نيجاتيف الان بكام؟ الان ب 200 تايمز الاريا 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز الدلتا بي اوفر الدلتا تي. ونحطها على الكالكوليتر. والله عرفت تعمل كروس كان بها، ما عرفتش تعمل كروس اعملها كالكوليتر شيفت كالك وريح نفسك. 1.2 تايمز ال 4 divided 200 divided 220 divided 10 باور
نيجاتيف 4 هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب 12. هو هنا ما حددش نوع الانكريز ولا محدد اي حاجه، فخلاص ما تهتمش قوي بالايه، بالساين هتفضل موجوده ولا مش هتفضل موجوده. في الحصه مع بعض اللي عاوز يسال مع حاجه، يعني اللي عاوز يسال في حاجه النيجاتيف دي اشيلها ازاي مش اشيلها ازاي، موجودين مع بعض في الحصه ان شاء الله، او يبعت لي في الكومنتس. طيب 19 single conducting loop. single اول حاجه يعني ال n بكام؟ ال n equal 1. conducting loop has an area of، يبقى معاك الاريا 6.4 times 10 power negative 2 and a resistance of 110 ohm ومعاك الار 110 is placed perpendicular. قال لي perpendicular، خلاص شكرا، يبقى انا بستخدم القانون بامان من غير الساين او الكوزاين. to uniform magnetic field السترينث بتاعه 0.48. at what rate must the field change to induce a current of intensity؟ مديلك الاي 0.32 وبيسأل على at what rate. خلي بالك كلمة rate الفيلد تشينج، وبص على اليونتس الميجرنج يونتس كلها تسلا بير سكند. كده هو بيسأل على الدلتا بي اوفر الدلتا تي. يبقى هو بيسأل على مين يا جماعة؟ الدلتا بي اوفر الدلتا تي. تمام، حلو جدا. هنكتب القانون وهنعوض فيه على طول زي ما اتفقنا. تبقى الاي ام اف الافريج ايكوال نيجاتيف ان اي في الدلتا بي على الدلتا تي. اي ام اف الافريج مش موجوده، بس معاك الاي ومعاك الار. الاي بكام؟ 0.32 تايمز الار بكام؟ 110 ايكوال نيجاتيف الان. الان بكام؟ ب 1 تايمز الاريا 6.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 تايمز الدلتا بي اوفر الدلتا تي اللي هو عاوزها. هنحط الكلام ده على الكالكوليتر يا جماعه. طبعا خلي بالكم بس عشان ايه ما حدش يتلخبط، دي كده ايكوال وده كده النيجاتيف. تمام، ما علينا. لو هو مش حاطط اي اشارات فخلاص انت ممكن تطنش الايه، تطنش النيجاتيف. لكن لو هو حاطط هنا ممكن يكون الريت بالانكريز او بالديكريز فيحط بوزيتيف او نيجاتيف. لو حاطط هنا يبقى تسيب النيجاتيف موجود وتشتغل بيه. فانت عندك 6.32 تايمز ال 110 اوفر 6.4 اوفر 10 باور نيجاتيف 2 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 550 تسلا بير سكند. طيب خش على 20 يلا. في 20 بيقول لي doubling the diameter of the loop. دخلنا على اسئله الفاريشن، لو غير حاجه يشوف تاثيرها على الاي ام اف. doubling the diameter of the loop of wire produces what kind of change on the induced EMF assuming all other factors remains constant. يبقى هو بس هيزود الدايمتر بتاع مين؟ بتاع اللوب. اوكي، يبقى الاي ام اف ايكوال نيجاتيف الان. هل اكتب دلتا فاي على دلتا تي؟ طب بس ما انت كده مفيش قدامك الدايمتر. لو كتبتها بالدلتا فاي مش هتبقى شايف الدايمتر ولا شايف الاريا حتى، فلازم تفك الدلتا فاي يستحسن. هتخليها ايكوال الايه تايمز الدلتا بي اوفر الدلتا تي. لو هو زود الدايمتر للدبل، زيادة الدايمتر للدبل هتزود الاريا كام مرة؟ 4 تايمز. يبقى الاريا كده زادت كام مرة؟ 4 تايمز، وبالتالي يبقى الاي ام اف هي كمان هتزيد كام مرة؟ هتزيد 4 تايمز.
يبقى the EMF will increase 4 times اللي هي كام؟ اللي هي هتبقى ايه؟ 21 في 21 بيقول لي a metal ring is oriented with the plane of the area. يبقى انت معاك رينج. كلمة رينج يا شباب يعني ال n بكام؟ يعني ال n ب1 is oriented with the plane of its area is perpendicular. كلام جميل. كده يبقى الاريا معاك perpendicular to a specially uniform magnetic field that increases at steady rate. يبقى انت معاك فيلد بيزيد steady rate. كلام جميل. after the radius of the ring is doubled. بعد كده عمل ايه؟ خلى الراديوس يبقى doubled. while the rate of increase of the field is cut in half. يعني الدلتا بي على الدلتا تي قلت للنص. the EMF induced in the ring. طب ما تيجوا نكتب القانون. يبقى الأسئلة دي ما بتتحلش غير بالقانون يا جماعة، مش لازم تعمل ريشيو، الريشيو هتاخد وقت أطول. اكتب القانون وعوض، تبقى نيجاتيف ان اي في الدلتا بي اوفر الدلتا تي. وبعدين هو بيقول لك كده كده هي رينج، يعني الان ب1 يعني الان ثابته. الاريا حصل فيها ايه؟ بيقول لك after the radius of the ring is doubled. لو radius الرينج doubled يبقى الاريا بتاعتها هتزيد 4 times. طيب while the rate of increase of the magnetic field is cut in half. يعني الدلتا بي اوفر الدلتا تي is cut in half يعني بقت over 2. فكده 4 over 2 بكام يا جماعه؟ 4 over 2 هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب 2. كده يبقى الاي ام اف ال 2 دي واقفه فوق ولا واقفه تحت؟ كده ال 2 واقفه فوق، يبقى الاي ام اف هتطلع بكام؟ هتزيد 2 times. نمبر 22 واحد من الاسئله اللي جت في امتحانات السنين اللي فاتت يا جماعه. in the opposite figure 2 metal rings. ring يعني ال n ب1 are affected by a variable and normal يعني الكويل محطوط بربنديكولار على الفيلد، يعني ولا تبص على ساين ولا تبص على كوزاين. magnetic field. So the ratio between the EMF generated in the coil Y to the EMF generated in the coil X. يبقى هو هنا بيقول لي انا عاوز احسب الريشيو، خلاص احسبها له. تبقى ال EMF بتاعت Y over EMF بتاعت ال X. انت معاك الراديوس ومحطوطين مع بعض في نفس الفيلد وهما الاثنين نفس الان. بص انت غالبا هيبقى القانون كده ان واي اوفر ان اكس. طبعا نيجاتيف هيروح مع نيجاتيف في اي واي اوفر اي اكس في دلتا بي واي على الدلتا تي في دلتا بي اكس على الدلتا تي. فكده هما نفس الريت اوف تشينج بتاع الفيلد ونفس الان، هي نفس الرينجز. فكده الاي ام اف بتاعت واي اوفر الاي ام اف بتاعت اكس ايكوال الاي واي على الاي اكس. هو بيقول ان الراديوس بتاع الاكس 2 ار. طيب ما انت يعني الراديوس اكس 2 ار والراديوس بتاع الواي عباره عن ار، فكده باي ار سكوير. اعتبر يا سيدي الراديوس ب1 عشان توفر على نفسك وقت. وتحت الاريا بتاعت الاكس بكام؟ باي في 2 باور 2 بكام؟ 4. فالباي هتروح مع الباي والريشيو بتاعتنا هتطلع 1 على 4 اللي هي 0.25. طيب 23 two coils X and Y are used two coils X and Y the area of coil X is double area of coil Y. لا الحاجات دي لازم تتكتب علشان ما نرجعش نتوه في السؤال ونقول مش فاهمينه. يبقى ال A X equal to A Y. طيب while the number of turns of X يعني ال NX equal 1 على 3 في ال NY. طيب
when the two coils are placed inside the magnetic field. لو حط الاثنين كويل مع بعض في نفس الفيلد اوف فلكس density B اللي هو ينفع يتغير كان بيتشينج where the coils plane or perpendicular، يبقى في الحالتين الكويلات محطوطين perpendicular، يبقى ولا نبص على الساين ولا نبص على الكوزاين. to the flux line the direction of the change of magnetic field affected by the two coils is the same rate then، يعني نفس الدلتا بي على الدلتا تي، يبقى الدلتا بي اكس اوفر دلتا تي ايكوال الدلتا بي واي اوفر الدلتا تي. هو اللي قال with the same rate the average then the ratio between average EMF في الاكس على average EMF في واي. هو يا جماعه بالظبط نفس السؤال، بس الجديد ان هو غير النمبر اوف تيرنز وغير الارقام بس مش اكتر. فكده هتكتب القانون يلا زي ما كتبنا المره اللي فاتت. EMF الافريج بتاعت مين؟ بتاعت الاكس اوفر EMF الافريج بتاعت الواي ايكوال ان اكس على ان واي تايمز الاي اكس اوفر الاي واي. طبعا الدلتا بي اكس على الدلتا بي مش عارف ايه، يعني دي هتروح مع دي فملهاش لازمه نكتبها خلاص شكرا. يلا نعود يا جماعه. ال ان اكس ايكوال 1 على 3 ان واي اوفر ان واي تايمز الاي اكس. الاي اكس بكام؟ 2 اي واي على الاي واي. كده ان واي هتروح مع ان واي، اي واي هتروح مع الاي واي، بقى عندي 2 اوفر 3 اللي هي الانسر بتاعتي رقم سي. يبقى كده الام اف افريج بتاعت الاكس على ام اف افريج بتاعت الواي ايكوال 2 على كام؟ 2 اوفر 3. ودي كده اخر مسألة معانا يا جماعة. في 24 بيقول لي ايه؟ A coil moved out of a magnetic field in order to induce an EMF. علشان يعمل an EMF بتحركه بره الفيلد، يبقى البي 1 برقم، البي 2 هتطلع بكام؟ بزيرو. A wire of coil is then rewound so that the area of the coil is increased by 1.5. يبقى كده الاريا زادت 1.5. Extra wire is used in the coil so the number of turns is doubled. بالتالي النمبر اوف turns is doubled. If the time in which the coil is removed from the field strength remains unchanged, what is the new EMF؟ طبعا بكل بساطة هتكتب القانون بتاع ال EMF نيجاتيف ان في ايه؟ في الدلتا بي اوفر الدلتا تي. يبقى لو لمح عن الاريا من قريب او من بعيد يا جماعة يستحسن ما اكتبهاش بالفاي، لانك لو هتكتبها بالفاي تبقى نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي على طول، مش هيبقى الاريا، يعني الاريا مش هتبقى ظاهره معاك، ودي في حد ذاتها هتبقى ايه؟ هتبقى مشكله. فانا عشان اظهر الاريا قدامي واشوف تاثير فاريشن الاريا لازم اروح كاتبها ايه؟ بالشكل ده نيجاتيف ان ايه دلتا بي على الدلتا تي. خلي بالك ان السؤال ده المفروض يتحط تحت منه كونديشن كده، ان ريزيستنس الواير اللي انت بتستخدمه اصلا بكام؟ بزيرو، لان لو الريزيستنس دي مش بزيرو هتاثر معايا تاثيرات على السيركت وعلى الاي ام اف وعلى الكرنت اللي هيمشي عندي في السيركت. تمام؟ طيب فتبقى الاي ام اف الافريج ايكوال نيجاتيف ان، الان حصل لها ايه؟ الان حصل لها ايه؟ از دبل، وايل الاي بقت 1.5. يعني من الاخر يا جماعه 2 تايمز 1.5 هتطلع ب 3. كده تبقى الاي ام اف الافريج حصل لها حصل لها انكريز الى 3 تايمز. وبكده يا شباب نكون خلصنا مع بعض حل اسئله ليسون 1 عندي في تشابتر 3 اللي هو فاراداي. طبعا انا عارف ان في كتير منكم
حاسس ان في اسئله مش موجوده. لا، الاسئله اللي انت في دماغك دي اللي هي الاسئله اللي فيها دايركشنز، اللي هي فيها كويل، اللي هي فيها الماجنت، الحاجات دي بتبقى تبع ليسون اسمه فاراداي. المفروض ان ده ليسون وده ليسون. اي نعم كتاب المدرسه مدخل الاتنين في بعض، بس ده حاجه وده حاجه. ان شاء الله مع بعض الحصه الجايه ان شاء الله هنحل مع بعض على اسئله لينز لو. لينز لو له نمط مختلف في الحل. ليه؟ لان هو بيعتمد في حله على الدايركشن. طبعا لينز ما بعدش عن قوانين فاراداي، استخدم نفس القوانين بتاعت فاراداي، لكن المشكله في لينز هي ازاي تحدد اتجاه الانديوسد كارنت، وده اللي هنعرفه مع بعض الحلقه الجايه ان شاء الله. يا ريت ارجو منكم شويه دعم، عايز اللايكات في الفيديو تزيد، عايز يبقى في عندي سبسكرايبرز عشان اقدر اتشجع واعمل لكم محتوى اكثر قيمه من كده، واقدر احل معاكم اسئله اصعب، واقدر اتفاعل معاكم، وان شاء الله افيدك وانت قاعد في بيتك باذن الله تعالى. وهذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.